خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلكم سمعتوا بالجريمة البشعة اللي وقعت في طنجة. راح على أثر هذه الجريمة شاب بعمر ديال 20 سنة وهو طالب. هذا الشاب هذا اللي كان يقيم لوحده في واحد الشقة، فما تعرفش أول أمس باش تقتل، ما تعرفش شكون اللي قتلو، وبقات القاتل غير معروف، وكان غموض كيف تمت هذه الجريمة وشكون اللي دارها، والساكنة ديال اللي كانت تفجعت بهذه الواقعة اللي وقعت هذه الجريمة. فاليوم الشرطة بطنجة، الشرطة القضائية، كتخرج بواحد البلاغ وكتبين الحقيقة ديال المشتبه فيه، شكون هو وشكون اللي قام بهذه الجريمة. فالمفاجأة وهي أن اللي قام بها فهي شابة قاصر عندها 17 سنة، هي اللي قامت بهذه الجريمة البشعة، وذلك حسب هذا البلاغ ديال الشرطة القضائية بطنجة. نستمعوا لهذا الفيديو هذا اللي إخباري واللي كيوضح وكيبين ماذا وقع لهذا الطالب في هذه الجريمة هذه البشعة بالمغرب. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. تمكنت زوال اليوم من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية بطنجة كانت مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة قد باشرت يوم السبت الماضي إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بمنزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، وهي تحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية اشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة. قد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وأيضا توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطها في عدم التبليغ عن جناية وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.